وقد تعرض للقتل وتعرض دعاة التوحيد، وهذا ليس فقط في زمن الشيخ محمد الوهاب، امتدت الدولة بعد ذاك إلى يومنا هذا، أيدها الله وثبتها على الحق. فهي الدولة الوحيدة التي تتبنى التوحيد وتدعو إلى توحيد الله عز وجل من بين سائر دول العالم، أنها قائمة على توحيد الله وتشجع التوحيد ولا يوجد فيها مظاهر الشرك. هذه الدولة الوحيدة، ولذلك الكل يحاربها، حتى الأحزاب اللي تنتسب إلى الإسلام تسمى أحزاب إسلامية أو جماعة إسلامية، أعداءها دولة التوحيد، يحاربون أكثر من إيران، أكثر من باكستان، أكثر من تركيا، أكثر عندهم أكثر دولة وأكثر علماء وأضل ولاة هذه المملكة. لماذا؟ لأن المسألة دين، أرادوا الاعتقاد، أرادوا العقيدة، وإلا الكل عنده ما عنده من الأخطاء، الكل عنده ما عنده من الظلم، الكل عنده ما عنده من الاستئثار. يعني في حاكم فقير ميت جوع، كان لو واحد استلم منصب صغير ربما جمعية تعاونية أخذ لنفسه دون غيره، ولا مقصف في المدرسة بعد. يعني لماذا هذه الدولة بالذات يريدون هذا المنهج وهذا الدين الذي هم عليه؟ هذه الحقيقة. نعم، تفضل.